ساعات مش بنكون إحنا المشكلة، ساعات البيئة اللي حوالينا هي اللي بتكسر جوانا حاجات وإحنا مش واخدين بالنا. الناس اللي بنعيش معاهم، الكلام اللي بنسمعه، طريقة التفكير اللي بنشوفها كل يوم، كل ده بيشكل شخصيتنا من غير ما نحس. بس هل معناه إن أحلامنا لازم تموت؟ لأ، بالعكس. في الفيديو ده هقولك إزاي البيئة بتأثر على تكوينك، وإزاي رغم ده كله تقدري تحققي أحلامك حتى لو كنتي في أصعب مكان. أنا منى، وده فيديو جديد النهاردة. هاتكلم معاكم النهاردة عن البيئة وعن الحتة اللي احنا عايشين فيها ازاي بتأثر على شخصيتنا وعلى أحلامنا. ومش قصدي هنا حتى على البيئة اللي هي المكان الكبير اللي احنا عايشين فيه، لأ، قصدي حتى على المكان اللي انتي بتنامي فيه، بتقعدي فيه، بتاكلي فيه، الناس اللي عايشين معاكي، الناس اللي انتي عارفاهم في حياتك، صحابك، قرايبك، كل الكلام ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. حاجة بس قولي كده، الشكل ده أحلى ولا الشكل التاني اللي كان فيه كتب موجودة هنا؟ طيب، أول حاجة، يعني ايه البيئة بتأثر على شخصيتنا؟ احنا بنتولد صفحة بيضة، ما نعرفش اي حاجة، بس الصفحة دي بتتملى من اول يوم. لو اتربيتي وسط ناس محبطة هتلاقي نفسك بتخافي تجربي. لو حواليكي ناس بتقلل من كل فكرة، طبيعي تلاقي نفسك مش مؤمنة بنفسك. ولو كل اللي حواليكي بيفكروا بطريقة تقليدية، صعب تفكري برا الصندوق. مش لأنك ضعيفة، لأ، لأن الإنسان بطبعه بتأثر بالطاقة اللي حواليه. الطاقة اللي حواليه ماشية فين بيمشي معاها. البيئة بتعلمنا، بتشكل ردود أفعالنا، بتحدد سقف طموحاتنا. يعني انت لو عايشة في مكان صعب جدا تعملي فيه حاجة مختلفة، فانت بالنسبة لك هو ده العادي. بالنسبة لك ان انت اصلا ما ينفعش تحلمي بحاجة زي دي او تفكري بحاجة زي دي. وممكن كمان تقفل علينا ابواب كتير من غير ما نحس بقى. آه، برضه بنسمع كده كلام اللي هو كم مرة مثلا سمعتي جملة انتي مش هتعرفي تعملي كده؟ هو انتي فاكرة نفسك مين؟ ركزي في الحاجة اللي في ايديكي، بلاش احلام فاضية، اللي هو بلاش تحلمي حاجات يعني كأنها كبيرة عليكي او كتيرة عليكي ما ينفعش تحلمي بيها. الكلام ده مش بيتقال عشان احنا قليلين، بس لان الناس اللي حواليك كان عندهم سقف احلام واطي، يعني في عمله آآ عملوا له نقل ليكِ، اللي هو نقلوه ليكِ، اللي هو إحنا طول عمرنا بنعيش كده، دي أحلامنا ودي عيشتنا ودي حياتنا، فأنتِ ليه تحلمي وأنتِ ليه يبقى عندِك هدف أكبر مننا وتخرجي برّه تعمليه أو تحققيه؟ لأ، فأنتِ إحنا طول ما إحنا عِشنا كده، أنتِ تعيشي زينا كده بالضبط. ولو أنتِ كمان بقيتِ وسط ناس طول الوقت بتشتكي، هتلاقي نفسِك إنِّك بتشتكي من غير ما تقصدي. هل أنتِ بتبقي قاصدة مثلًا إنِّك تبقي شكّاءة بكّاء أو إنِّك تندبي في حظِّك أو في حياتِك؟ لأ، أنتِ شايفة ده اللي بيحصل قدّامِك، فتلقائيًا بتلاقي نفسِك بتعملي كده. ولو الناس اللي حواليكِ على طول خايفة، هتلاقي الخوف بقى جزء منِّك. إحنا بنتشكِّل بالطريقة اللي الناس بتعيّشنا بيها، بس ده مش قدر ودي مش النهاية، وده الهدف بتاع الفيديو ده. طيب إزاي بقى نقدر نحقق أحلامنا حتى لو البيئة ضدنا؟ أول حاجة، الحلم الحقيقي اللي يستاهل، اللي فعلا له قيمة، مش محتاج بيئة مثالية. الحلم محتاج قرار، يا تبدأي من المكان اللي انت فيه، من البيئة اللي انت فيها، هي تستغني عن أحلامك. محتاج انك تبقي شايفة هدفك ده حاجة قوية ومحفزة ليكي، انك فعلا عايزة تتغلبي على الناس اللي انت عايشة معاهم عشان تعرفي توصلي للحاجة اللي انت عايزاها، لدرجة ان الدنيا كلها لو اتقفلت تفضلي واقفة ومكملة. طب تعملي ايه؟ اول حاجة انك تحاولي يبقى ليكي مجتمعك الخاص، او تبعدي شوية عن الطاقة السلبية او الطاقة اللي هي بتاعت البيئة اللي انت عايشة فيها او الناس اللي انت عايشة فيهم. يعني جزء من اليوم لمدة ساعة ساعتين، مش لازم تبطلي تكلمي الناس اللي انت عايشة معاهم او تبعدي عنهم، لكن خصصي وقت يكون ليكي انتي، تسمعي حاجة تحفزك، تشوفي ناس نجحت من لا شيء، تقري عن الناس اللي بدأوا في أصعب ظروف، عقلك يبدأ يتشكل من جديد، تشوفي حاجات برا العالم اللي انت عايشة فيه. وهنا وقتها هتبدأ حاجات جديدة تدخل على عقلك وعلى كيانك وعلى المجتمع اللي جوه دماغك.
ومن هنا هتبدأي إنِك تعرفي تقفي على رجلِك، وتعرفي إن أحلامِك تستاهل وإن هدفِك ده يستاهل وإنِك فعلًا قادرة إنِك تعملي حاجة حتى لو أنتِ عايشة وسط مين. لمّا تيجي تكتبي حلمِك اكتبيه كأنه مشروع، لمّا بنيجي نكتب مشروع بنكتبه على أساس خطوات، مش مجرد أمنية كده اللي هو ده أنا نفسي يبقى عندي كذا، ده أنا نفسي أعمل كذا، لأ، امسكي الحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها في حياتِك واكتبيها على هيئة خطوات. تالت حاجة ابني بيئتِك بنفسِك، مش لازم تكون البيئة اللي حواليكِ مثالية، حاولي إنِك يعني تجيبي بيئة كده تانية أو مش تجيبي بيئة تانية اللي هو يعني حاولي بقى تدوري كده على ناس مثلا سواء انتي بتشتغلي أو برا أو مبتشتغليش، ناس مثلا جيرانك أصدقائك، حتى لو انتي قاعدة كده على الموبايل نقي حاجات انتي بتتفرجي عليها محفزة إيجابية كويسة بحيث انك مبقاش السلبية من كل مكان. اسمعي ناس إيجابيين، تابعي ناس ملهمة، اقرأي، اتعلمي، وقعدي مع نفسك كده واكتبي ودوني. كل ده بيخلق بيئة داخلية أقوى من البيئة اللي حواليك. في ناس كده يعني أنا أعرفهم إن احنا ممكن تلاقيها مثلا يعني عايشة في المجتمع اللي هي عايشة فيه، بتعمل تصرفاتهم بتفكر نفس تفكيرهم، ولكن لو اجت قعدت مع نفسها بتظهر شخصيتها الحقيقية، بيظهر كيانها الحقيقي، لأن كل واحد فينا بيبقى فيه كده جواه حاجة، مجتمع خاص بيه، مجتمع جواه هو ده اللي هو عايز يعيش فيه، أو اللي هو ده شايف نفسه إن هو مفروض يعيش في المكان ده أو في البيئة دي. فاللحظات اللي انت بتقعدي فيها مع نفسك دي ابدأي كوني لنفسك بيئة تانية أو مجتمع تاني بحيث انك تخرجي من البيئة السلبية والمحبطة اللي انت عايشة فيها. رابع حاجة صدقي إن الحلم بيتحقق بالممارسة مش من الظروف. أي حاجة في حياتك عموما عايزة تعمليها تحققيها. عارفة لو ايه، لو انتي عايزة تعملي حتى دايت، عايزة تخسي شوية، الدايت مش هيتحقق غير بالممارسة والاستمرارية مش بالظروف. هنا بقى ما تقوليش اصل ده البيئة بتاعتي مش مسامحاني ان انا اعمل دايت بقى لا، انتي استمريتي على حاجة معينة يوم ورا التاني ورا التالت لحد ما وصلت للهدف، انت كده حققتي الحاجة اللي انت عايزاها. ما تقوليش ده الظروف مش مسامحالي، ده الظروف منعاني، ده الكلام ده. انت استمري وخليكي مكملة، وخلي عندك نية ان الحاجة اللي انت بتعمليها دي فعلا تستاهل انك تكمليها او انك تمشي عليها. وقتها هتلاقي احلامك هتبقى حقيقة. عارفة ايه اقوى حاجة؟ إنِّك تبقي الشخص اللي بيغيّر البيئة مش اللي بيأثّر أو بيتأثّر بيها بس. طبعًا إحنا عايشين في البيئة، نعرف الجملة دي من زمان إن البيئة دي هي المكان محيط بينا بنأثّر عليه وبنتأثّر بيه، فأنتِ ما ينفعش إنِّك تكوني بتتأثّري بالبيئة بس، حاولي إنِّك تأثّري عليها، تغيّريها، تبني حاجات جديدة فيها. وعايزة أقول لِك كمان إن لمّا حد يشوفِك بتحاربي، بتتطوّري، بتحاولي، هتلاقي ناس حواليكِ بدأت تقلّدِك، وهتلاقي ناس جديدة بتدخل حياتِك، ده فلانة بقت بتعمل كذا، ده فلانة بتسوي كذا، هُم هيشوفوا إنِّك في حاجة غريبة حصلت في المجتمع اللي هُم عايشين فيه، فطبيعي هيحسّوا إن هُم طَب ما نجرّب، وهتبقي أنتِ حافز كبير ليهم. أنتِ متخيلة أنتِ ممكن توصلي فين؟ إنِّك فعلًا أثّرتِ على البيئة اللي أنتِ عايشة فيها وما اتأثّرتيش بيها وغيّرتيها وشجّعتِ كمان ناس إن هم يغيّروا من نَفْسهم ويبدأوا حياة أحسن ويطلعوا هم كمان من البيئة السلبية اللي هم عايشين فيها. هتلاقي الطاقة بدأت تتغيّر لإنِّك أنتِ اللي غيّرتيها. المهم إن إحنا عمرنا ما بنختار البيئة اللي إحنا عايشين فيها، إحنا بنطلع بنلاقي نَفْسنا في مكان معيّن، في بلد معيّنة، في محافظة معيّنة، مع ناس معيّنين، بنفضل عايشين معاهم، بنكبر، بنتجوّز، بنروح أماكن تانية، بنعمل حاجات مختلفة، كل ده إحنا ما لناش دخل فيه، لإن ده الحاجة اللي إحنا عِشنا فيها.
لكن بنختار الطريق اللي إحنا عايزين نمشي عليه. لو عندِك حلم ما تستنيش البيئة تبقى مناسبة، أنتِ اللي هتخلّيها مناسبة. ابدئي حتى لو بخطوة صغيرة، مع كل خطوة هتلاقي نفسِك بتبعدي عن الحاجات اللي بتشدِّك لتحت، وبتقرّبي كل يوم من النسخة اللي طول عمرِك نِفْسِك تبقيها. وكمان عايزة أقول لِك إنِّك لو شُفتِ ناس كتيرة، بحثتِ مثلًا عن ناس نجحت في حاجات معيّنة في مجالات كتيرة، هتلاقي إن أكتر الناس بتنجح من بيئات غير مناسبة ليهم، بيطلعوا منها وبينجحوا فيها وبيها وبيطلّعوا البيئة معاهم. فالموضوع مش صعب، الموضوع بس محتاج تكوني مؤمنة بالحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها أو الحاجة اللي أنتِ عايزة توصلي ليها. أنتِ لو عاجبِك حياتِك، لو عاجبِك الناس اللي حواليكِ، لو عاجبِك البيئة بتاعتِك، ما فيش مشكلة، خليكِ مرتاحة فيها. مش معنى كده إن كلنا يالّا بقى نقوم نغيّر نفسنا ونغيّر حياتنا ونغيّر مستقبلنا، لأ، أنتِ مرتاحة كده خليكِ زي ما أنتِ. باتكلم هنا على الناس اللي هي نفسها تعمل حاجة مختلفة في حياتها، نفسها تروح أماكن مختلفة، تشوف ناس مختلفة، توصل لحاجات مختلفة، هيبقى الكلام ده هنا ليهم بالضبط. في النهاية بقى عايزة أقول لِك اكتبي لي كده بقى تحت في الcomment كده، إيه أكتر حاجة في بيئتِك شايفة إنها بتقف في طريقِك، وهتتصرفي إزاي معاها بعد ما سمعتِ الكلام ده؟ وبس كده، هو ده فيديو النهارده، باتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش طبعًا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، كونوا بخير، إلى اللقاء.